وليد امي وبابا يتعذبوا، بنيتهم شكاوى وما عشت معاهم العباد. كبرت وعرفت الدياليت ماهوش خدمة، كبرت وعرفت اللي بابا اعتقلوه وعذبوه هذول خسروا في 16 سنة من عمره. نرجع نشوف عباد تعدت باش تحل هيئة الحقيقة والكرامة، هيئة الحقيقة والكرامة اللي ننتظر فيها باش ترجع لي حقي، باش ترجع لي حلم طفولتي اللي تهكل. لكن نقولوا لهم عندنا ثورة، عندنا حقوقي. يعرف شمعناها حقوق، يعرف شمعناها طفولة انتهكت، يعرف شمعناها كرامة انسان. يحبوا يرجعوا يطيحوا لنا سقف المطالب نتاعنا. لا، ما عادش نرجعوا نطالبوا بالحرية، ما عادش نرجعوا نطالبوا بالديمقراطية. صحيح عملنا ثورة تو بنيت عمي غادي يقراو في مدرسة اسمها التقدم. المدرسة هذيك ما عرفت التقدم كان لازم 60 سنة من التهميش. اليوم في 2014 مازال يعيشوا تحت خط الفقر. 60 سنة من التهميش. سمعت الدكتور محمد المنصف المرزوقي يحكي على التجربة الماليزية. التجربة الماليزية ما جاتش من باب الصدفة، كانوا فما زوج عوامل. العامل الاول هو مهدي محمد اللي لقبوه بالعاقل في زمن الجنون، واحنا اليوم عندنا عاقل في زمن الجنون. التجربة الماليزية كان فيها الشعب الماليزي واعي، واحنا اليوم عندنا انتوما الشعب الواعي. وانا منكم، انا اسمي مريم. تعرفوا ايش معناها مريم؟ مريم هي المرأة العابدة المتعبدة، وما فماش عبادة بلاش علم وبلاش عمل. وان شاء الله كلنا بالعلم والعمل باش نحققوا الركائب مش كان التقدم ومش كان القوان، باش نحققوا تونس كاملة وباش تصير تونس مثال يحتذى به. تعرفوا علاش انا اخترت مرزوقي؟ على خاطر يشبه لامي وبابا. انا في عائلتي تربيت الحق حق والباطل باطل. وقت الثورة امي وبابا يهزوني الثورة ويقولوا لي هذه فرصة تاريخية والتاريخ يتعاش قبل ما يتقرا، وهذا رجل حق ورجل ثورة. انا اخترت هذا الدكتور محمد المنصف المرزوقي على خاطر يشرف تونس. ولعلكم كلكم شفتوا كيفاش يستقبلوه في الدول العظمى، كلكم شفتوا المحاضرات اللي يلقيها، كلكم شفتوا كيفاش العباد تقف وتبكي الدكتور محمد المنصف المرزوقي يتكلم. انا نحب كي نخرج من تونس نخرج من تونس ويقولوا لي انت منين؟ نقول لهم انا بنت تونس، انا بنت الثورة، انا بنت امي ليلى القيروانية، انا بنت محمد بيرم التونسي، انا بنت عبد العزيز الثعالبي، انا بنت بشيرة بن مراد، انا بنت فاطمة بن علي، انا بنت عبد الحق الاسود. زاد باش يكون لي شرف اني نقول انا بنت الدكتور محمد المنصف المرزوقي. ما تعرفش على اساس انه فاسد، ما تعرفش على اساس انه ديكتاتور، تعرف على اساس انه حقوقي مناضل مثقف رئيس تونس، رئيس الجمهورية الثانية جمهورية تونس الثورة.
المنصف المرزوقي ستدرس في يوم ما، وانتم ما شفتوه. يلقى خطابه ما ضربش الهوية العربية الإسلامية كما يعرفوها برشا، وأكد على حرية البيت، وأكد على الحريات، وهذه هي العلمانية التي ستدرس، وهذه هي العلمانية التي ستدرس. الدكتور محمد المرزوقي قبل الثورة خرج في الجزيرة وقال في تونس الحل الوحيد هو عصيان مدني وثورة. ريتم يتوح في راسه، قالت لي اللي ما يدري يقول سبون، لكن مشيت الايام وتأكدنا انه رؤيته هو هي الرؤية الواضحة، وما تحكم تونس كاين رؤية واضحة. نفكركم اللي اسم الدكتور هو محمد المنصف المرزوقي، ما تجرعش ونحى اسم محمد من اسمه، ما على ما يبدو هو الدكتور الوحيد اللي بيترشح للانتخابات هذه، وعلى الاقل منصب الرئاسة خلي يشد واحد يليق بمنصب الرئاسة. انا بعد حكيت هذا الكل حب نقول لكم اللي انا في 29 نوفمبر 2014 مانيش باش ننتخب. انا عمري ما يسمحليش اني ننتخب، عمري 17 سنة، لكن وعدت نفسي اني باش نجيب 100 صوت للدكتور محمد المنصف المرزوقي. أكثر من هذا انتم الكلكم اصواتكم مضمونة، لكن كل واحد فيكم نهار 23 نوفمبر باش يجيب معاه 100 صوت للدكتور محمد المنصف المرزوقي. احنا معزين على ربي وعليكم انتوما. فخورة اليوم، هذه أول مرة نطلع نتكلم فيها على منصة كانت في حملة الرئيس الدكتور محمد المنصف المرزوقي وفي بلادي القروان.